ليه بعض الناس بيكونوا صداقات بسهولة؟ الناس بتحبهم لله كده، انت شخصيا بتعجب بيهم ولكن مش بتكون عارف ليه، في حين ان في ناس تانية الناس مش بتلاحظهم حتى، تلاقيهم ملهمش أصدقاء كتير، وغالبا هم نفسهم بيكون صعب عليهم انهم يفتحوا حوارات مع الناس في المواقف المختلفة. في فيديو النهاردة هنتكلم عن كتاب اتكتب من 90 سنة فاتوا. الكتاب ده بيتيح لك كل الأدوات اللي انت هتحتاجها في موضوع ازاي تخلي الناس تعجب بيك ويتقبلوك بسهولة، وتقدر كمان تشد الناس لطريقة تفكيرك، وتقدر انك تغير الناس من غير ما تخلق اي استياء من ناحيتهم ليك، وكمان تبني علاقات صداقة قوية تدوم. الكتاب ده مش مجرد ورق لا منتهي من النظريات، ولكنه استراتيجيات فعالة قابلة للتطبيق تقدر تستخدمها بدءا من محادثاتك الجاية. فيديو النهاردة من كتاب ديل كارنيجي، كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. هيا بنا. الجزء الأول: التقنيات الأساسية في التعامل مع شخص ما. المبدأ الأول: لو انت عايز تجمع العسل ما تضربش عيش النحل برجليك. اوعى تنتقد او تدين او تشتكي، انت مجرد شخص كذاب. يا ريت تفكر قبل ما تتكلم، انت كسول جدا. هو عمره ما بيسمع لأفكار اي حد. كلنا عايزين نحس اننا مرغوب فينا واننا مهمين. الانتقاد حاجة سهل اننا نعملها، ولكنها بلا جدوى، لانها بتخلي الناس تحط نفسها في وضع الدفاع، وكمان بيأثر على ثقتهم في نفسهم، وممكن يسيب استياء في نفسية الشخص ده. لما تحس انك عايز تنتقد شخص معين، خد خطوة لورا واسأل نفسك: ايه السبب اللي ممكن يكون ورا تصرفات الشخص ده، واللي غالبا انا مش اخد بالي منه؟ السؤال ده بيخليك تحط في اعتباراتك ظروف الشخص التاني وخلفيته والتحديات اللي هو بيواجهها، فبدل ما تنط للاستنتاجات حط في تقديراتك أسباب تصرفه وقراراته. من مخاطر الانتقاد إنه بيخلق حالة من الاستياء في نفسية الشخص، وبتخلي الشخص ده يشيل في نفسه منك ممكن لسنين جاية، واللي غالبا هتنفجر في أسوأ الأوقات. في النهاية المكافآت قصيرة المدى اللي هتحس بيها من الانتقاد غالبا ملهاش لازمة بسبب الحالة اللي الانتقاد بيسببها للشخص ده على المدى البعيد. في بداية العلاقات الانتقاد هيخليك تجرح الشخص التاني، وغالبا هيخلي الشخص ده ما يعجبش بيك أصلا. المبدأ التاني: السر الكبير. شكرا ليك لأنك دايما موجود لما بحتاجك. أنا مقدر كل المجهود اللي انت بتحطه وحطيته في المشروع ده. مساندتك النهاردة كان ليها أثر كبير على الفريق. علشان تخلي حد يعمل حاجة فده بيتطلب إنك تخليه هو اللي يكون عايز يعملها. الناس بتعمل بعض الحاجات علشان تحس إنها متقدرة أو إنها مهمة، والسببين دول من رغبات الإنسان المدفونة جواه. لو أنت بتقدر تحقق الاحتياج ده فالناس هتحبك. خد وقتك إنك تبص على الصفات الحلوة اللي أنت بتحبها في اللي حواليك، واسأل نفسك: إيه هو اللي أقدر أقيمه في الشخص ده بشكل إيجابي؟ وافتكر إن التقدير دايما بيجي من القلب، مش بس عبارة عن طريقة بتخدم اهتماماتك. وعلى العكس الإطراءات، الكلمات الحلوة الفليرتي اللي غالبا بتطلع من الأشخاص الفليرتي بزيادة، بتكون مش من القلب، وغالبا لازم نتجنبها. على سبيل المثال التقدير الحقيقي بيكون زي مثلا: البرزنتيشن بتاعك كان عظيم، أنا اتعلمت كتير منه. الإطراءات: انت افضل مقدم انا شفته في حياتي. الاطراءات هي ببساطة انك بتقول للشخص حاجة هو عايز يسمعها، ولكن التقدير بيجي من مكانة حقيقية جواك، انت فعلا بتشكره. الاطراءات غالبا بتكون مبالغ فيها، فمش بتبان انها حقيقية، ولكن بتكون افورة من الشخص. المبدأ الثالث: إثارة الرغبة الشديدة في الشخص التاني. الطريقة الوحيدة اللي تقدر تأثر بيها على الناس هي انك تتكلم عن اللي هم عايزينه، وكمان توريهم طريقة إزاي بيها يقدروا يحصلوا على الحاجة دي. تصرفات الأشخاص بتكون نابعة عن رغبة داخلية، حاجة هم عايزينها. علشان كده لو أنت ذكي، بدل ما تتكلم عن الحاجات اللي أنت عايزها اتكلم دايما على الحاجات اللي الشخص التاني عايزها. خد لحظة قبل ما تتكلم واسأل نفسك: إزاي أقدر أخلي الشخص ده عايز يعمل الحاجة دي؟ جاري فينيرشك، كاتب وبزنس مان، بيقضي معظم وقت الانترفيوز اللي بيعملها
إنه يركز على الحاجات اللي المتقدمين عايزينها، بعدها بيوصل للرغبة الحقيقية ليهم، فبيبدأ إنه يبني رؤية للمتقدم يقدر من خلالها إنه ينجح، وبيشرح ليهم إزاي الشركة تقدر إنها تساعدهم في إنهم يوصلوا لأهدافهم، وبعدين بيعرض عليهم الفرصة إنهم ممكن يكونوا جزء من الشركة وجزء من الرؤية دي. علشان تحقق أهدافك ساعد الآخرين إنهم يحققوا أهدافهم، اتكلم عن رغباتهم واشرح إزاي اقتراحاتك ممكن تساعدهم إنهم يحققوا أهدافهم عن طريق خدمة الآخرين بدون أنانية. تقدر إنك توصل للي أنت عايزه. الجزء التاني، إزاي تخلي الناس تحبك ب6 طرق. الطريقة الأولى، اعمل ده دلوقتي وحس إنك مرحب بيك في كل مكان. انت تقدر تكون صداقات كتير في خلال 2 شهر عن طريق انك تكون فعلا مهتم بالشخص ده بشكل صادق، والصداقات اللي هتكونها دي اكتر من الصداقات اللي هتعملها في خلال 2 سنين عن طريق انك تحاول تخلي الناس تهتم بيك. لما حد بيظهر إعجابه لينا بنبدأ نكون مهتمين نعرف عنهم أكتر. ابذل وقت ومجهود يا صديقي إنك تعمل حاجات مهمة للأشخاص التانية، زي إنك تكون مهتم باهتماماتهم. الاهتمام ده هيخليك تكون صداقات في وقت قليل أكتر من إنك تحاول تخليهم يهتموا بيك وباهتماماتك. من أسهل الطرق إنك تسلم على الأشخاص بطريقة مرحبة جدا، وإنك تفتكر أعياد ميلادهم مثلا، ده بيظهر مدى اهتمامك بيهم. من المرجح جدا إن الناس هتحب إنها تساعدك لما تظهر اهتمامك الصادق بيهم. الطريقة التانية شيء بسيط، ضحكتك طريقة من الطرق الدافية اللي تقدر من خلالها تسيب انطباع أول جيد، لأن الابتسامة دي هتخلي الشخص التاني يفكر كالآتي: أنا معجب بيك وإنت بتخليني مبسوط، وهو بيكون مبسوط فعلا إنه شافك. البسمة أو الضحكة هي أداة جيدة جدا إنها توصل النية الحسنة حتى لو مش متشافة بشكل شخصي، زي مثلا إنك تكون على التليفون مع الشخص التاني، بيكون ليها تأثير إيجابي على أي شخص أنت بتتعامل معاه. حتى الأشخاص الغريبة بتقدر تصرفك الإيجابي. لو أنت شخصيا حاسس إنك محبط حاول إنك تضحك، مودك هيختلف. افتكر دايما إن السعادة مش لازم تكون متعلقة بحاجة خارجية أو بشخص معين، ولكن غالبا السعادة بتيجي من إحساسك الداخلي تجاه الحاجات دي. الانطباع الأول بيبدأ مع الابتسامة. الطريقة الثالثة، من غير الحاجة دي فأنت غالبا هتدخل في مشاكل. اسم الشخص هو ألطف وأهم صوت في أي لغة. الأسماء بتحتوي على سحر ولازم ناخد بالنا من كده. أسماءنا بيكون ليها مكانة خاصة في قلوبنا لأنها فعلا ملكنا، وهي اللي بتفرقنا عن الناس التانية. قدرتنا بقى على تذكر الأسماء مهمة جدا، مش بس في الجهة السياسية ولكن برضو في البيزنس وفي الاجتماعيات. فمن غير شك اسم الشخص هو أحلى حاجة هو ممكن يسمعها، ولكن للأسف أغلبنا لما بنعرف الأشخاص في البداية مش بنفتكر أسمائهم، وكنتيجة بنلاقي إننا بنتحط في مواقف محرجة لما بنقابل الشخص ده تاني ومش بنفتكر اسمه أصلا أو بنفتكره غلط. وهنا إما إننا بنحاول إننا نتوه الموضوع، يا إما بنعترف إن إحنا فعلا مش فاكرين الاسم. من المهم إننا ننشئ نظام نقدر بيه نفتكر أسماء الناس. ممكن تكون طريقة بسيطة زي إننا نكتب الاسم مثلا أول ما نسمعه، أو نخلي الشخص يستهجى اسمه لو إحنا مش عارفينه بشكل مظبوط، أو مثلا إننا نخلق قصة في مخنا باسم الشخص ده، أو أيا كانت الطريقة اللي هتخليك تفتكر الاسم. المهم إننا نفتكره. الطريقة الرابعة، لازم تصبح محاور عظيم. من طبيعتنا البشرية إننا بنكون عايزين نلاقي شخص مستمع جيد، شخص نشارك معاه قصة حياتنا أو إنجازاتنا. عن طريق إنك تسمع كويس حضورك بيبقى مطلوب. حتى أكتر الأشخاص معادية للاجتماعية ممكن تلين لما تقابل شخص مستمع عطوف، وغالبا بيعبروا عن غضبهم لأنهم مسموعين. لو أنت بتتكلم كتير عن نفسك وبتقاطع الناس اللي حواليك وبتقلل من أفكارهم، فشهرتك وسط الناس غالبا هتقل. فن المحادثات بيتطلب حاجات أكتر من الكلمات، بيتطلب مهارة الاستماع الجيد. حاول إن يكون عندك فضول صادق عن الناس اللي حواليك، واسأل أسئلة هم غالبا هيستمتعوا إنهم يجاوبوا عليها. لما تشجع الناس إنها تتكلم عن نفسها وعن خبراتهم وانتصاراتهم، وما تحاولش إنك تدير المحادثة في اتجاهك أنت، ده بيكون شيء عظيم. احفظ قصصك عن نفسك،
لما الناس تسأل عنها فقط جاوب، ومن هنا هيعتبروك واحد من أفضل المحاورين اللي هم قابلوه. الطريقة الخامسة، إزاي تثير اهتمام الناس. ثيودور روزفلت الرئيس 26 لأمريكا كان مشهور بقدرته على التحدث في مواضيع تهم ضيوفه. في الليلة اللي قبل الحدث الاجتماعي، روزفلت كان بيقضي وقته في قراءة المواضيع اللي هو عارف إنها هتهم ضيوفه. أول حاجة يا صديقي، اكتشف إيه الحاجات اللي الشخص التاني هيكون مهتم بيها واتكلم عنها، ولو أنت ما تسألتش عن اهتماماتك ما تتكلمش عنها. الوقت والمجهود لازم يتحطوا في البحث عن مهمة التواصل مع الناس في اهتماماتهم، لأن ده بيسمح لك إنك تبني اتصال قريب معاهم وكمان فهم عميق ليهم. الطريقة السادسة، خلي الناس تعجب بيك في لحظتها. في قانون واحد وهو الأهم في السلوك البشري، دايما خلي الشخص التاني يحس إنه مهم. واحدة من التجارب الممتعة جدا إنك تساعد الآخرين من غير ما تكون عايز حاجة في المقابل. لما بنخلي الأشخاص الآخرين يحسوا إنهم متقدرين فهم غالبا بيشاركوا وكمان بينتظروا تفاعلنا معاهم. التقدير الصادق دايما ليه تأثير كبير. تصرفات صغيرة من العطف والأدب في الجمل بتاعتك، زي مثلا أنا آسف على إزعاجك أو بعد إذنك، دايما اقطع مسافة في إنك تصيب انطباع إيجابي، وده علشان تخلي الناس تحبك. اوعى تحتقرهم أو تعاملهم إنهم أقل منك، حتى لو أنت CEO لأكبر شركة في مجالك. خليك عارف إن سواق التاكسي أو عامل النظافة عنده نقط هو قوي فيها جدا عنك. حاول إنك تخلي كل الناس تحس إنها مهمة. اعترف بالنقط المميزة في الشخص الآخر واحتفل بيها معاه. اعتراف إيجابي زي ده هيخلق ردود فعل إيجابية. كلم الناس عن نفسهم وهم هيسمعوا لك لساعات. بنجامين ديزرالي. الجزء الثالث، اكسب الناس لطريقتك في التفكير والآرائك. مبدأ الأول، أفضل طريقة لكسب أي جدال هي تجنب الجدال. الجدالات بتهاجم الناس أكتر في آرائها، وده بيسبب مشاعر سلبية. كسب الجدالات غالباً بيعني خسارة الانطباع الجيد من الشخص التاني. لما الشخص بيتضغط عليه إنه يغير رأيه فغالباً نفس الرأي اللي بتحاول إنك تغيره بيثبت في عقله أكتر. بعض الاقتراحات اللي تخليك تتجنب تحويل عدم الاتفاق في الآراء لجدال: 1. رحب بالاختلاف واستخدمه كفرصة لتعلم شيء جديد. 2. قاوم إنك تتحط في جهة المدافع. 3. ما تغضبش وخليك هادي. 4. اسمع الأول وبعدين رد. 5. دور على نقط تقدروا تتفقوا فيها. المشاعر في لحظة الجدال ممكن تولد نتائج غير مرغوب فيها، علشان كده بيفضل إنك تحط شوية من الوقت قدام الاختلاف ومناقشة المشكلة. خطط إن يكون في وقت للمناقشة في وقت تاني من اليوم أو اليوم اللي بعده. في التحضير بقى للمناقشة اسأل نفسك: 1. هل من المحتمل إن الشخص التاني هو الصح؟ 2. هل رأيه في حاجة حقيقية بتدعمه؟ 3. هل رد فعلي هيكون لحل المشكلة ولا أنا هخرج غضبي عليه؟ 4. هل المناقشة دي هتبعدهم عني ولا هتشدهم ناحيتي أكتر؟ 5. هل فكرة إني أفوز بالنقاش تستحق الجدال ده ولا كل ده بسبب تدخل الأنا بتاعتي؟ المبدأ التاني، اوعى تقول أنت غلط. لو أنت عايز طريقة تقدر من خلالها إنك تهاجم الإيجو لشخص ما، اعمل هايلايت على أخطائهم وقول لهم بشكل مباشر إنهم غلط. وطبعا العكس هنا صحيح. تجنب دايما إنك تقول للشخص بشكل مباشر أنت غلطان، ولكن استخدم جمل تانية زي ممكن أكون أنا ما خدتش بالي، خلينا نواجه الحقائق مرة تانية. ومن هنا أنت سحبت الضوء من عليهم ووجهته على الحقائق، وهنا الناس هتكون منفتحة أكتر إنها تراجع الحقائق دي أكتر من إنها تتحط في وضع الدفاع. وهنا خد بالك قوي يا صديقي من نبرة صوتك وكمان تحركات جسمك، ممكن هما لوحدهم يطلعوا رسالة أنت غلطان اللي احنا بنحاول نتجنبها. معظم الناس بتأثر عليهم معتقداتهم أكتر من المنطق، وغالبا بيكون صعب جدا إنهم يغيروا معتقداتهم.
ومن هنا لما بتشكك في آراء شخص فأنت بتسحب منه ثقته في نفسه، وده ممكن يخلي وجودك غير مرحب بيه في حياته. المبدأ الثالث، لو أنت أخطأت اعترف بده بسرعة. لما احنا بنعترف بأخطائنا بدري وبسرعة، مش بس هنتجنب إننا ندخل في صراع مع الناس التانية، ولكن كمان ده بيضيف لنا نقاط احترام عند الناس. لو انت متوقع ان هيكون في نيجاتيف فيدباك عليك، فالافضل انك تاخد البداية وتعترف باخطائك بشكل صادق طبعا، وده افضل من ان الشخص التاني هو اللي يعمل كده. معظم الناس هترد عليك بسرعة وتقولك مش مشكلة، الموضوع مش كبير. فكر في اخطائك على انها طباخة بخار، كل ما البخار يزيد فيها فانت بتفتح الطباخة شوية تطلع منها البخار علشان تتجنب حصول انفجار لو فضلت مقفولة على البخار. المبدأ الرابع، ابدأ بطريقة فيها صداقة. لو في حد متضايق منك ودخلت معاه في صراع، فده هيخليه ياخد وضعية الدفاع أكتر. ولكن على العكس، لو انت الشخص المتضايق فتفريغ غضبك هيديك إحساس كويس على المدى القصير، ولكنه مش هيحل المشكلة. في لحظات الغضب العاطفي فكرة انك تحاول تستخدم الجدال المنطقي مش هتنفع، ولكن لو عرضت بهدوء ولطف وبدأت تتكلم هتلاقي الطرف التاني بيتقبل أكتر وكمان عنده استعداد إنه يناقشك في المشكلة. المبدأ الخامس، خلي الطرف الآخر يوافقك على طول. مفيش ربح من الجدال، الوضع هيكون مربح أكتر وليه أهمية أكتر لما تبص على الأمور من وجهة نظر الطرف التاني وتحاول إنك تخليه يوافقك على طول. لما تستخدم قوة الموافقة في المحادثات، ده بيخلق إحساس من الانفتاح والقبول، وعلى طول بتلاقي موافقة من الشخص التاني، وده على العكس من الموقف الدفاعي اللي الطرف التاني ممكن ياخده واللي على طول بيؤدي للرفض. لما حد بيبدأ بالرفض كل تفكيره وجسمه بيتحط في وضعية الدفاع، علشان كده من المهم إنك تتجنب في بداية أي محادثة الاختلافات، وده تقدر تحققه بطريقة سقراط. ده عبارة عن تكنيك بيخليك تبدأ المحادثة من أرض مشتركة ومنها بتتحرك للأماكن الغير مألوفة، وده بيبدأ بإنك تسأل أسئلة بسيطة وسهلة غالباً إجابتها نعم أو إجابتها بالموافقة. لما بتحصل على إجابات نعم في البداية، ده بيزيد من احتمالية التواصل أكتر وبيسهل المناقشات لما بتوصل لمناطق الاختلاف والصراع. المبدأ السادس، خلي الشخص التاني ياخد معظم وقت المحادثة ويتكلم هو. لما حد يشتكي أو يعرض مشكلة معينة عليك اديله المايك وخليه هو اللي يتكلم، وافتح عقلك ليه واسمع بصبر اللي هو هيقوله، وشجعه إنه يعبر عن نفسه بشكل كامل، وغالباً هم اللي هيوصلوا لحل المشكلة. معظم الناس الناجحين يا صديقي بيستمتعوا إنهم يتكلموا عن كفاحهم في بداياتهم. خليهم يشاركوا قصصهم معاك، خليك انت الجمهور المهتم، ومن هنا حبهم وإعجابهم ليك هيزيد. الأصدقاء بيفضلوا إنهم يتناقشوا في اللي حققوه. لما أصدقائنا بينجحوا عننا في حاجة معينة بيحس إنهم مهمين، ولكن لما العكس بيحصل هم بيحسوا بالحقد وإنهم مش كفاية. ومن هنا اتكلم أقل عن نفسك واسمع أكتر من الطرف التاني وهم هيقدروا حضورك. المبدأ السابع، خلي الشخص التاني يحس إن الفكرة بتاعته هو. مفيش حد بيحب يحس إنه بيتباع له حاجة معينة أو حد بيأمره إنه يعمل حاجة، ولكننا بنفضل أكتر إننا نشتري بناء على إحساسنا إحنا، وإننا بنتصرف بناء على أفكارنا إحنا. لما بنكتشف الأفكار بنفسنا غالباً بيكون عندنا معدل ثقة أكبر فيهم، فبدل ما أنت يا صديقي تقترح حلول عظيمة، اقترح أفكار وسيب الطرف التاني يقرر بنفسه، وحاول بقدر إمكانك تخلي الشخص التاني ياخد الفضل على الفكرة دي، ده هيخلي النتائج أفضل. المبدأ الثامن، حاول تشوف الأمور من وجهة نظر الطرف التاني. قدرة إنك تحط نفسك مكان الشخص التاني ضرورية جدا علشان تقدر تتعامل معاهم بشكل فعال. لما تتكلم مع الشخص ده المرة الجاية أو تطلب منه يعمل لك حاجة، خد وقتك إنك تفهم وجهة نظره هو. لما تعرض أفكارك من وجهة نظره هو ففرصتك في النجاح أعلى بكتير. كمثال، ما بين الأب والابن أو الأم وبنتها، أنا عارفة إن يومك كان طويل في الكلية وأكيد كان مرهق جدا،
خلينا نغسل الأطباق دي مع بعض وناخد وقت أكتر في الراحة ونتفرج على الفيلم اللي انت كنت بتقولي عليه. المبدأ التاسع، تعاطف مع الناس. غالبا موضوع إننا نكون مفهومين ومقبولين هي رغبة كل البشر تقريبا. معظم الناس هما نتاج بيئتهم مع بعض السلبيات اللي خارجة عن إرادتهم. هديك مثال يا صديقي يخلي الشخص التاني مرتاح معاك ومش حاسس بأحاسيس سلبية. أنا مش بلومك على الطريقة اللي انت حاسس بيها، أنا لو كنت مكانك أكيد كنت هحس بنفس الطريقة. الناس غالبا بتكون عطشانة للتعاطف وهيحبوك لو حسوا إن انت بتتعاطف معهم. المبدأ العاشر، اللجوء للدوافع النبيلة. لما تكون بتسعى إنك تأثر على اللي حواليك فمن الضروري إنك تركز على دوافعهم النبيلة ومعاملتهم باحترام، ده بيكون ليه نتائج إيجابية. لازم تكون عارف إن الأفراد ليهم احترام كبير لذاتهم وبيحبوا يتشافوا بالصفة دي، ومن هنا تقدر تدخل مناقشاتك معهم من اتجاه قريب من قيمهم وأفكارهم. المبدأ ال11، هول من أفكارك. خلي أفكارك ما تتنساش عن طريق إنك تهول منهم بطريقة إبداعية. لما تحب تقنع صحابك برحلة مثلا أو خروجة، وريهم صور رهيبة لحاجة شبيهة بالفكرة بتاعتك. لما تناقش مشروع مع فريقك اعرض عليهم الفكرة بشكل مرئي، ولو في نسخ أولية للمشروع بروتوتايب يبقى تمام جدا. ده هيساعدهم إنهم يشوفوا الرؤية بشكل أوضح وهيزود شغفهم وحماسهم للفكرة. افتكر دايما إنك لما تخاطب حواس ومشاعر الآخرين ده هيخلي الفكرة بتاعتك مقبولة ليهم وقريبة منهم أكتر. المبدأ ال12، دايما أوجد التحدي. الفلوس أو بعض العوامل التانية أحيانا مش بيكونوا محرك أو دافع زي العمل نفسه. رغبة النجاح وإنك تلمع أكتر من غيرك، خصوصا لما التاسك يكون فيه تحدي، بيخلي الأشخاص ينجحوا بنسب أعلى. لما يكون في موظفين مش منتجين، شارلز شواب بيستخدم استراتيجية فريدة من نوعها علشان يحسن من أدائهم. بيسأل مدير المصنع الشفت ده عمل كام منتج؟ لو كانت الإجابة مثلا 6، يقوم تشارلز راسم على الأرض 6 كبيرة، فيجي الناس اللي شغالة في الشفت اللي بعده يشوفوا الرقم ده فيسعوا إنهم يتخطوه ويعملوا أعلى منه. ده بيخلي فيه تحدي بين الشفتات اللي بدوره هيعلي الإنتاجية. الجزء الرابع، 9 مبادئ للقيادة وإزاي تغير الناس من غير ما تسبب استياء في نفوسهم. 1، ابدأ بالمدح. ابدأ بالمدح الصادق والتقدير، ده بيخلي الناس منفتحين أكتر للنقد البناء. كمثال، التقرير بتاعك كان كويس جدا والبحث فيه تم على أحسن وجه، بس تغيير بسيط في الجزئية دي هيخليه أفضل بكتير. 2، النقد غير المباشر. اعمل هايلايت على الأخطاء بشكل غير مباشر، وعلشان تخلي المحادثة إيجابية وبناءة أكتر بدل كلمة لكن بحرف واو. سماع كلمة لكن بيغير وجهة نظر الناس وعقليتها. كمثال، احنا فخورين بيك جدا يا أحمد، ولكن لو ذاكرت أكتر درجاتك هتعلى. الأفضل طبعا إن المثال يمشي بالشكل ده، احنا فخورين بيك جدا يا أحمد، ولو كملت مذاكرة بكل مجهودك أكيد درجاتك هتتحسن أكتر. التغييرات الصغيرة في طريقتنا وكلماتنا بيعملوا فرق كبير جدا. 3، اعترف بأخطائك. لما تحب تنتقد حد شارك معاه أخطائك الأول، ده بيخلق جو فيه تعاون وبيخلي الطرف التاني منفتح أكتر للنصيحة. 4، اقترح ما تأمرش. خلي طلباتك في شكل اقتراحات أكتر منها طلبات. الاقتراحات بتشجع على الإبداعية والتعاون. 5، خلي الآخرين يحفظوا كرامتهم. راعي دايما مشاعر الآخرين وخليهم يحفظوا كرامتهم لما يغلطوا، ما تعملش منهم مثال قدام زمايلهم. 6، خلي الثناء يجي من القلب. لو فعلا لقيت تحسن خليك كريم في الثناء بتاعك، ده بيحفز الناس وبيخليهم يسعوا أكتر إنهم يكونوا أفضل. 7، اخلق سمعة أو صورة جيدة جدا. اخلق صورة ليك الناس تحاول إنها توصلها، وكمان اخلق صورة أو مكانة للشخص ده علشان هو كمان يقدر يحاول يوصل للمتوقع منه. 8، شجع وبسط. استخدم التشجيع في إنك تخلي الأخطاء تبان إنها سهلة في التصحيح، واظهر إيمانك بقدرات الآخرين، ده هيلهمهم إنهم يكونوا أفضل. 9، اجعلهم سعداء. خلي الآخرين سعداء بإنهم يعملوا الحاجات اللي أنت بتقترحها. ركز الضوء على إزاي التغيرات دي هتساعدهم إنهم يتحسنوا.
لما تطبق ال9 مبادئ دول تقدر تقود منظمتك بشكل فعال، وكمان تخلق بيئة إيجابية ومنتجة، وتقدر تغير آراء الناس من غير ما تسبب ليهم أي استياء. لو أنت استمتعت بالتلخيص ده يا صديقي، شوف تلخيصاتنا لكتب تانية من هنا. يسعدني ويشرفني إنك تشترك في القناة وتعمل لايك على الحلقة. أشوفك بإذن الله يا صديقي في الفيديوهات الجاية.